السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. في الفيديو اللي فات شرحنا لوجو شركة بنيان للتطوير العقاري اللي هو ظاهر قدامكم على الشاشة ده، وكان متبقي الجزء الخاص بالتكست انيميشن، وده اللي هنشرحه باذن الله في الفيديو ده. انا احمد صقر، مصمم موشن جرافيك ومتخصص في تحريك الشعارات والهويات البصرية، ودي قناة موشن ويزارد. زي ما قلنا احنا الفيديو اللي فات شرحنا الجزء اللي فوق من اللوجو، ودلوقتي هنحرك مع بعض التكست انيميشن الخاص باللوجو. انا جيت هنا وجمعت التكست انيميشن كله في كومبوزيشن واحد عشان خاطر اقدر احركه بدون ما بقيه الليارات تعمل لي تشتت. وطبعا زي ما عملنا في الفيديو اللي فات خلينا كل حرف هنا على لاير لوحده، وهنا كل كلمه على لاير لوحدها، وقلنا لو انت دخلتهم كلهم على لاير واحده ممكن تعمل دوبليكيت لللاير دي بعدد الحروف وتعمل ماسك على كل حرف. دلوقتي لما نيجي نبص على اللوجو الاساسي ونشوف انا كنت محركه ازاي، هتلاقي الفكره اللي معموله ان انا عملت مستطيلات ان هي تتبني من الصفر لحد ما تكبر وبعدين تشكل كلمه بنيان، وده اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. اول حاجه نتاكد ان احنا مش واقفين على اي لاير، وبعد كده نقف هنا وندوس على علامه المربع. بعد كده نختار من هنا الفيل يكون ابيض، ومن هنا ما يبقاش فيه ستروك، وندوس اوكي. بعد كده هنا نيجي نعمل المستطيل بتاعنا ونتاكد ان هو اطول من الشكل. بعد كده ادوس هنا عشان اخلي الانكر بوينت عندي تبقى في الحته دي من الشكل. بعد كده الت شيفت اس عشان خاطر اضيف كي فريم في السكيل، والت شيفت بي عشان خاطر اضيف كي فريم كمان في البوزيشن. بعد كده امشي لمده ثانيه واعمل نفس الكلام. بعد كده ارجع للاول تاني وادوس حرف الفي من الكيبورد. بعد كده امسك الشكل بتاعي وادوس شيفت عشان خاطر اسحبه بره الكلمه خالص. بعد كده اخلي السكيل من هنا 0. بعدين اعلم على الكي فريمات كلها وادوس F9. بعد كده من هنا من الجراف اديتور افتحه. بعد كده اختار من هنا كده. بعد كده اختار ده برضه واسحب الهاندل دي هنا كده عشان خاطر الشكل يبقى سريع في الاول وبطيء في الاخر. نشغل كده ونشوف. مظبوط، دي الحركه اللي انا عاوزها بالظبط. بعدين اعمل دوبليكيت مرتين كمان عن طريق ان انا بدوس كنترول دي. بعد كده اخلي الفرق ما بين كل لاير والتانية حوالي 5 فريم. نزود كده، نسحب اللاير دي كده هنا خليها عند 10، واللاير دي كده عند 5. نشغل كده ونشوف. زي ما انتم شايفين الحركه جايه معايا فيها تتابع شويه. انا عاوز اخلي الحركه تبقى مشدوده اكتر من كده. اعلم عليهم تاني وادوس هنا واعلم كده واسحبهم من الهاندل هنا. لو الدنيا مش واضحه بالنسبه لك ارجع امسح الشكلين اللي انت عملتهم وعدل في اول شكل بس، وبعد كده ظبط الدنيا تاني. كده دوس هنا واشغل واشوف. بالنسبه لي كده كويسه. انا بقى عاوز الحركه دي تحصل من الناحيه التانية برضو. اعمل ايه؟ عندي اكتر من طريقه عشان خاطر اعمل كده، بس انا هستخدم اسهل واسرع طريقه، وهي ان انا احط الثلاثه دول في كومبوزيشن واحد. بعد كده ادوس كنترول شيفت سي عشان اعمل بري كومبوزيشن واسميهم وليكن داشز وادوس اوكي. بعد كده اعمل كنترول دي وبعد كده ادوس كليك يمين ترانسفورم واعمل فليب هوريزونتال. اشغل كده واشوف. زي ما انتم شايفين كده الحركه بالنسبه لي بقت ممتازه جدا، واللي متبقي عندي ان انا احرك الكلمه نفسها. احرك الكلمه نفسها ازاي؟ عندي برضو اكتر من طريقه، بس اسهل طريقه ان انا اعمل فوقيها مستطيل، والمستطيل ده اخليه الفا ميت الكلمه تظهر من خلاله. ازاي؟ هدوس هنا كيو من الكيبورد او زي ما عملت اول مره، وبعد كده اغطي الشكل بتاعي بالكامل. ممكن اخلي الاوباستي 50% بس عشان اكون شايف كويس. بعد كده ادوس على اس من الكيبورد واجي عند 20 فريم واعمل كي فريم هنا. بعد كده اجي عند الاول واشيل علامة السلسلة واتحكم في العرض بس، اخليه لحد ما يوصل 0. طيب انا لحد دلوقتي كده ما عملتش حاجه. انا عاوز اخلي الكلمه تظهر من خلال المستطيل ده، فهاجي هنا هعلم على الحروف كلها. بعد كده من علامه البيك ويب اللي عند الميت هنا بختار شيب لاير. بعد كده لما بشغل زي ما انتم شايفين. طيب هي ليه طالعه خفيفه كده؟ طالعه خفيفه كده عشان انا مخلي الاوباستي هنا 50%. هرجع اخلي دي بقى خلاص 100%. زي ما انتم شايفين الكلمه ظهرت من خلال المستطيل. طيب انا مش عاوزها كده برضه، انا عاوزها تبدا تظهر لما المستطيلات دي تبدا تدخل والمستطيلات دي نفسها تختفي. هنعمل كده ازاي؟ هنيجي عند المستطيلات دي، هي كانت خلصانه عند الثانيه 1 بالظبط، فهنيجي هنا نعلم على الاثنين دول وندوس الت واوبن براكت اللي هو حرف الدال، وبعد كده نخلي الشيب لاير دي مع كل الحروف دي تبان والمستطيلات دي بتنتهي. وطبعا هنيجي هنا نعمل ايزنج للمستطيل عشان خاطر يطلع بحركه برضه ناعمه وسلسه. فهنعلم هنا ونمسك الهاندل دي ونسحبها كده. نشغل كده ونشوف. طبعا هي كده كويسه، بس محتاجين نعمل اوفرلابنج بسيط في الحركه. هنعمل كده ازاي؟ هنمسكهم كده مع بعض وندخلهم حوالي 5 كي فريم او 7 كي فريم ونشوف. نرجع كده شويه تاني، وطبعا نيجي هنا نقص دي بدري شويه، يعني نيجي نقص دي كده هنا بحيث ان هي ايه، يبقى مفيش تداخل كبير في الحركه.
انا بالنسبه لي هي كده كويسه، بس الكلمه طالعه ستاتيك شويه. ستاتيك يعني ايه؟ يعني دلوقتي المستطيلات داخله بتتحرك ومره واحده الكلمه بتظهر وهي ثابته. انا مش عاوز كده، وفي نفس الوقت معايا الحل. انا كده كده الحروف دي متقسمه ليارات، فبالتالي انا هعمل كي فريمات في البوزيشن، واخلي البوزيشن لكل الحروف تيجي ناحيه النص شويه وتفتح مع المستطيل. يلا نعمل كده بسرعه. هنيجي هنا نقف ونعلم عليهم كلهم وندوس Alt Shift B. بعد كده هنيجي كمان 20 فريم Alt Shift B تاني. نيجي في الاول هنا نمسك اول حرف ندخله كده شويه، واخر حرف ندخله كده شويه. بعد كده نيجي على الحرف التاني ندخله كده شويه، والحرف اللي قبل الاخير ندخله كده شويه. طبعا لو انت مش واخد بالك انت بتحرك ايه بالظبط، ممكن تلغي ميت عشان تشوف الحروف وبعد كده ترجع تشيلها تاني. بعد كده نعلم عليهم كلهم ندوس F9، وبدل ما نعمل من الجراف اديتور مره تانية زي ما بنعمل كل مره، ممكن نعلم على الاثنين كي فريم دول. بعد كده نختار كوبي من ايز كوبي، بعد كده نعلم على دول كلهم كده وندوس ايز. طبعا احنا كنا اتكلمنا على البلجن ده اكتر من مره، هو بلجن لطيف كل اللي بيعمله ان هو بينسخ الحركه بتاعتي بالايزنج بتاعها وبكل حاجه. نيجي نشغل كده ونشوف. تمام، انا بالنسبه لي كده الدنيا بقت احسن. نشغل ونشوف تاني. لا انا محتاجها تبقى انعم كمان، يعني انا محتاج دي كده تيجي شويه كده، ودي تيجي شويه كده. نشغل ونشوف. تمام كده حلوه. محتاجين بس ندخل دول شويه عشان احنا نعمنا الحركه، ومحتاجين ان احنا نيجي تاني نعمل كابل ده. بعد كده نحطه هنا تاني ايه ايز عشان الحركه تبقى ماشيه مع بعضها. نشغل ونشوف. تمام كده بالنسبه لي الحركه ناعمه، لكن محتاجه تبقى بطيئه شويه. هاجي هنا كده واعلم على دول، بعد كده ادخلهم 10 فريم، بدوس الت وشيفت وسهم يمين. بعد كده اشغل واشوف. ايوه انا تمام بالنسبه لي كده تمام. الحاجه الوحيده بس اللي انا هعملها ان انا عاوز ان هي لما تيجي تبدا من هنا ما يبقاش السكيل بتاعي جاي من الصفر، عشان زي ما انتم شايفين بقى عندي كتله كبيره هنا شويه، بعد كده مره واحده صغرت. فانا هاجي هنا واخلي دي 20 بحيث ان هي تبدا من عند 20%، فبالتالي لما دي تيجي تتحرك بالشكل ده والمستطيلات تختفي، الكتله اللي عندي ما بقتش صغيره قوي. انا ممكن اخليها كمان 25% وهتبقى مظبوطه جدا. نشغل كده للمره الاخيره ونشوف. تمام كده احسن كتير، لكن الايزنج محتاجين نرجع نسرعه تاني بقى شويه. معلش اصبروا معايا شويه. هنيجي هنا كده ونرجع دي بالشكل ده. شغل كده ونشوف. ايوه ممتازه كده، ممتازه كده زي ما احنا كنا عاملينها بالظبط. نعمل كوبي هنا زي ما اتعودنا، بعد كده نعلم عليهم كلهم ندوس ايز، بعد كده نشغل. تمام كده كويسه جدا، ممتازه جدا. كده متبقي عندنا حاجه واحده بس، وهي كلمه ريال استيت. هنعمل حاجه بسيطه جدا، هنعمل شيب جديد ونحطه كده فوق الكلمه، ننزله تحت بس هنا كده، ندوس F2 عشان نعمل ريليز. بعد كده نعلم على الكلمتين دول، ومن البيرنت بتاع الميت نعلم هنا. بعد كده نختار من هنا inverted. كده احنا بنقول له عاوزين الكلمه دي تظهر من اي حته باستثناء المستطيل ده. بنعمل كده ليه؟ عشان نحركها بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. هاجي هنا هدوس Alt Shift B، بعد كده امشي 20 فريم، بعد كده ادوس Alt Shift B تاني، بعد كده هاجي عند الاول واطلع دول كده بالشكل ده لحد ما يختفوا. بعد كده ندوس على الايز من هنا بحيث ان هو ياخد الكوبي بتاع اخر حركه عملناها. بعد كده نرجعهم شويه كده بحيث ان هم يظهروا مع اخر الكلام ما بيبان. بعد كده نشغل. تمام بالنسبه لي كده كويس. هرجع بس دي كده سنه ودي كده سنتين. برضه هخلي فيه اوفرلابنج كده شويه بحيث ان اللي في النص دول يظهروا على طول، دول يتاخروا فريم واحد او فريمين، بعد كده دول فريمين زياده عليهم يعني 4 فريمات. نشغل كده ونشوف. دي خلت الحركه شكلها احسن. نرجع بقى للكومبوزيشن الاساسي، لان احنا عاوزين الكلمه تبان بعد ما الشكل يتكون او اثناء ما خلاص تكوينه بينتهي. فلو جينا نشغل دلوقتي هنلاقي كله بيتكون مع بعض كده، مش بيكون كويس. الافضل ان انا اجي عند وليكن ثانيه مثلا، بعد كده اخلي الكومبوزيشن يبدا من هنا، بعد كده اشغل واشوف. انا بالنسبه لي الحركه كده احسن بكتير. لو اتاخرت شويه كمان هتبقى حلوه. شغل كده ونشوف. طيب انا دلوقتي ظهرت عندي برضو مشكله بسيطه، وهي ان المستطيل اطول شويتين من الكلمه. عشان خاطر احل الموضوع ده هدخل جوه الكومبوزيشن بتاع الداش اي واحد فيهم، لان اي تعديل في واحد بيسمع في التاني على طول. بعد كده هاجي عند نهايه الحركه خالص واعمل نال اوبجكت، ادوس هنا كليك يمين نال اوبجكت، اخلي الانكر بوينت بتاعته في النص، بعد كده اسحبه لحد نص الشكل بالظبط. بعد كده اعلم على الثلاثه دول واسحب ده كده هنا بحيث ان كلهم يكونوا مربوطين بيه. بعد كده ادوس على حرف الاس واشيل برضو علامة السلسلة من هنا واخلي دي وليكن 85. نرجع بره كده نبص ونشوف الحركة بتاعتي.
تمام، هي تقريبا كده مظبوطة، بس محتاجين نخلي دي 80 مش 85، ومحتاجين ننزل الدنيا ايه تحت شوية. نشغل كده ونشوف. بالنسبة لي كده بقت احسن بكتير. نرجع تاني للكومبوزيشن الاساسي ونشوف الشكل النهائي عندنا بقى عامل ازاي. تمام كده ممتازة، وطلعناها زي الشكل اللي احنا كنا عاملينه تقريبا. طبعا احنا قلنا كذا مرة ان احنا بنقعد نلعب في الحركة وفي الايزنج، وبنقعد نقدم ونأخر ونظبط التايمنج لحد ما الدنيا تظبط معانا. هتلاقوا ملف العمل بتاع الفيديو متقسم وموجود في صندوق الوصف، بحيث انكم تحاولوا تطبقوا عليه عشان توصلوا لاعلى استفادة، وتقدروا تطبقوا التحريك ده على اي لوجو مشابه عندكم. اتمنى تكونوا استفدتوا يا اصدقاء. ما تحرمناش من التعليقات ومن اللايك ومن المشاركة لو الفيديو مفيد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.